هاي، عاملين ايه؟ معانا النهارده البانيه ورز المبهر. معانا نص كيلو من البانيه، وربع كوباية من اللبن، بيضة، وتلت كوباية من الدقيق، والتوابل ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وكاري وسبع بهارات، ونص ليمونة ومية بصلاية، وهنقلبهم كويس مع بعض. وممكن تستغني برضو عن البهارات ويبقى ملح وفلفل اسود زي زمان يعني. وهننزل بالبانيه بقى. ممكن تسيبيهم بقى ساعتين لاربع ساعات. انا هنا سبتهم ليلة كاملة في التلاجة. وهتبل بقى دلوقتي البقسماط. ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. وضروري جدا يعني تعملي كده، تضغطي على البانيهية عشان الطبقة الخارجية. ونحطه 10 دقايق بقى في التلاجة عقبال ما الزيت يكون سخن جدا. وننزل بقى بالبانيه وهيبقى دهبي والطعم هيبقى حكاية. معانا بقى كوباية ونص من الرز، هنشوحهم بقى في سمنة وزيت. وهننزل عليهم بقى بالبهارات. ليمون مجفف، عود من القرفة، فلفل اسود، توم باودر، سبع بهارات. ولو في مرقة دجاج تمام، ولو عايزة تحطي كركم برضو تمام يعني لو حب. وهننزل بقى عليهم كوبايتين بمية سخنة. انا هنا معايا كان كوباية ونص، وكنت نقعيهم قبلها ب5 دقايق. وهنا بقى بيغلوا هوطي عليهم خالص. وزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله تبارك الله مفلفل وزي الفل. وده بقى الشكل كده النهائي. وبالهنا. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير. وباي باي.